السلام عليكم ورحمة الله جميعا. ان شاء الله كنتمنى كاع تكونوا بخير وفي صحة جيدة ان شاء الله. اليوم جيت باش نحضر معكم طاقية السلطان اللي دايره حالة في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك في العالم العربي. واحد البغيوش اللي كيجي صراحة خفيف، كيجي المذاق ديالو ولا اروع. اذا غادي نمروا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير كنحتاجوا كاس ديال الحليب، نص كاس ديال سنيدة، ربع كاس ديال الزيت، جوج معالق كبار ديال الخميره، العجين، قليل من الملح، ساشيه ديال الفاني. وهنايا كنحتاجو بياض بيضه. دونك كيف ما كتلاحظوا معايا في الزلافه كنفرغ داك الكاس ديال الحليب اللي كيكون سخون. غادي نزيدو عليه كذلك جوج معالق كبار ديال خميره العجينه. بالنسبه للجو صراحه بارد عليها درت جوج معالق كبار ديال الخميره الفوريه. بالنسبه للحليب ديالكم يكون شويه سخون باش تذوب معكم ديك الخميره من طبيعه الحال. اللي غادي نحركو حتى تذوب لكم ديك الخميره. من بعد غادي نزيدو نص كاس ديال السنيده، ديك الساشيه ديال الفاني، قليل من الملح. بالنسبه دائما الملح يعني باش يعدل لكم من المذاق. غادي نخلطوا الكل جيدا. يعني ما نساوش كذلك كنحتاجوا الخل، غادي نحتاجوا واحد معلقه كبيره ديال الخل باش يجيكم البريوش ديالكم فش فش. هنا غادي نخلط الكل جيدا كيف ما كتلاحظوا معايا حتى كتذوب لينا ديك السنيده ويتمزجوا العناصر. من بعد غادي نزيدو ديك بياض بيضه. وبالنسبه للصفر خديتها باش ندهن بها الفوق اللي اختمر معنا البريوش. هنا غادي نزيدو داك ربع كاس ديال الزيت نباتيه. والخل كما قلت لكم غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الخل. بصراحه المكونات اللي هما بساطين والطريقه يعني صراحه سهله، ممكن اي مبتدئه تقدر تصايب هاد طاقيه السلطان او بريوش. هنايا في الاثناء غادي نزيدو الدقيق بالتدريج. بالنسبه لهاد البريوش ديالنا ما كيحتاج بيض، ما كيحتاج خميره كيماويه، يعني ساهل ماهل. وكيف ما قلت لكم اي وحده تقدر تصايبه سواء كانت محترفه او مبتدئه تقدر تصايب هذا البريوش وغادي يصدق معاه في اول تجربه. هنا غادي نزيدو شويه بشويه كيف ما كتلاحظوا معايا وغادي نعجنو بالايادي ديالنا. بالنسبه للعجن يعني ما كيحتاجش يعني واحد العجن، غير كنجمعوه وكنقسموه على جوج. هنا غادي نستمروا بهاد حتى كنحصلوا على واحد القوام اللي بغيناه. يعني بصراحه هاد البريوش دار واحد الضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي وفي العالم العربي خصوصا مصر. يعني غادي نستمر على هذا الحال حتى كنجمعوا داك العجين اللي عندنا. يعني حتى كنحصلوا على هذا القوام كيف ما كتلاحظوا. من طبيعه الحال كنقسموا على جوج. واحد غادي نزيدوا عليه زوج ديال الساشيات ديال كاكاو بودره. ومن طبيعه الحال كل عجينه غادي نزيدوا عليها معلقه كبيره ديال الزبده اللي كتكون ديجا واخده حراره المطبخ. يعني كيف ما كتلاحظوا معايا يعني بالنسبه هنايا غادي نستمروا حتى كنعجنوا داك ديال الكاكاو. يعني الا كان متوفر عندكم الكاكاو المر ممكن انكم تضيفوا الكاكاو المر، يعني كيبقى لكم اختياري. يعني غادي نستمروا العجن حتى كان يتجانس لينا الكاكاو مع العجينه. يعني حتى كنحصلوا على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا. غنديروه في واحد الاناء وكنغطيوه كنخليوه حتى كيرتاح ويختمر لينا واحد شويه باش يسهل علينا نطلقوه بالمدلك. كيف ما كتلاحظوا معايا كناخذوا ديك العجينه اللي درنا ليها الكاكاو غادي نطلقوها فوق سطح العمل كيف ما كتلاحظوا معايا. يعني واحد الطريقه اللي هي بسيطه وسهله. بالنسبه للحشوه او العماره باش غادي نعمرها عندي شوكولاته الدهن، كذلك خديت شويه ديال اللوز هرمشته، ومن طبيعه الحال عندي لي بيبينات ديال الشكلاط عفوا. هنا غادي نطلقوا ديك العجينه البيضاء على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا. بالنسبه للسمك ديالها ما كتكونش رقيقه بزاف وما كتكونش غليظه من طبيعه الحال.
يعني كنديروا البيضه، من بعد كنفرشوا ديك العجينه ديال الكاكاو من الفوق على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا. مع غادي نقادوا الجوانب يعني باش نحصلوا على واحد الحجم اللي كيكون متساوي. يعني في هذه الاثناء غادي ناخذوا ديك الشوكولا ديال الدهن، غادي نوزعها فقط في الطرف الاول على هذا الشكل. من بعد غادي نزيدوا شويه ديال البيبينات ديال الشكلاط وشويه ديال اللوز مهرمش. يعني بالنسبه للعماره او الحشوه كيبقى لكم اختياري. بالنسبه للاغلبيه صايبها بالكاوكاو، انا شخصيا ما كيعجبنيش الكاوكاو، عليها درت اللوز. اللي غادي نمروا باش نشكلوا العجينه ديالنا. يعني كنكونوا كنقطعوها بديك ديال البيتزا او بالموس، اي حاجه متوفره عندكم في المنزل. وغادي نحاولوا ما امكن نحربلوها على هذا الشكل باش تعطينا داك الديكور الاخير. يعني غادي نمروا حتى كنشكل كاع ديك العجينه اللي قطعت ونحربلوها. بصراحه كيجي الديكور ديالها والمنظر ديالها يا سلام. وفي هذه الاثناء غادي نقادوا العجينه على هذا الشكل. وبالنسبه للاناء اللي غنديروا فيها داك البغيوش ديالنا كنكونوا ديجا داهنينو بالزبده ونخليوه يختمر واحد شويه. من بعد ما كيختمر واحد شويه كيضاف الحجم ديالو واحد شويه، غادي نصايبوا البياض اصفر البيض عفوا مع شويه ديال الحليب. غادي ندهنوه على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا. غادي نوزع داك صفر البيض مع الحليب العجينه من الفوق باش تحمر لينا وتعطينا داك اللون الذهبي. بصراحه طريقه اللي هي جد سهله. غنخليوه يختمر، من بعد غادي نديروه في الفرن حتى كيتحمر لينا. من بعد ما كيتحمر كنخرجوه وغادي نسقيوه شويه ديال الزبده كيف ما كتلاحظوا معايا. وغادي نخليوه كيتشرب ليه واحد شويه ديال الزبده. ومن بعد كيتقدم على هذا الشكل. صراحه كيجي مفشفش، كيجي رائع جدا. ممكن انكم تزينوه باي حاجه من الفوق، ولكن انا اكتفيت نقدمه لكم باش تشوفوا داك الديكور الفوقاني كيف كيجي. بصراحه كيجي رائع، خصوصا داك لوغو ديال الشوكولا لداخل، كذلك داك اللوز كيجي مفشفش، كيجي رائع جدا، واحد المذاق ولا اروع. فكنصحكم انكم تجربوه. فهو غادي يصدق معكم في اول تجربه. كيف ما كتلاحظوا في الداخل كيجي على هذا الشكل. بصراحه اللوغو ديال الشوكولات كذلك ديال اللوز كيتواطى، وديك النسمه ديال الفاني اللي كتكون ديجا في العجينه وديك الزبده اللي كنكونوا ديجا دايهنين الفوق، بصراحه كيجي جد رائع. ان شاء الله كنتمنى انكم تجربوه وخليوا لي لي كومونتيرات الزوينه ديالكم. ما تنسونيش بلي لايكات ديالكم كذلك بارائكم مع وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.